جدا انه كابتن ايهاب جلال اصر في مفاوضاته مع نادي الزمالك، واللي نفاها المستشار مرتضى منصور من شويه، على وجود الجهاز الفني المعاون ليه في مصر المقاصه، على راسهم طبعا كابتن محمد ابراهيم نجم النادي المصري السابق، والحقيقه بيدعم كابتن ايهاب جلال بشكل رائع جدا جدا، ومعاهم كابتن مصطفى كمال نجم طبعا النادي الاهلي وحارس مرماه في قبل كده، وهو مدرب حراس مرمى مصر المقاصه. خليني اخد كابتن حمد ابراهيم المدرب العام لنادي مصر المقاصه ونتعرف منه على التفاصيل. خليني الاول ارحب بيه وابارك له. كابتن حمد مساء الخير. مساء النور، ازيك يا كابتن اشرف؟ وحشنا جدا. تحياتي ليك وتحياتي للساده المشاهدين والسلام. ربنا يخليك، وحشنا جدا يا كابتن حمد. والله وانت يا كابتن اشرف، يعني مبسوطين جدا من التألق بتاعك في البرنامج بتاعك. ربنا يخليك يا كابتن حمد. يعني انا بس عايز ابارك في البدايه علشان ما تاخدناش المفاوضات والكلام عن المفاوضات في الموسم القادم سواء مصر المقاصه او الزمالك وننسى ان مصر المقاصه ادى اداء رائع جدا جدا هذا الموسم. ولسه كنت بتكلم حقيقه كابتن حمد انه الجهاز الفني يعني الحقيقه ليه دور كبير جدا 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 في اختيارات اللاعبين وفي مستوى واداء مصر المقاصه وفي الاداء الرائع خلال الموسم وفي النتيجه اللي اتحققت في نهايه الموسم بالوصول لدوري ابطال افريقيا والمركز الثاني في نهايه الدوري. والله الحمد لله، يعني الله يبارك فيك، وده يعني توفيق ربنا علينا ومجهود شغل يعني سنه كامله وجهاز كامل بيشتغل. فالحمد لله رب العالمين. طبعا احنا موجودين في المكان عشان تعمل احسن حاجه وعشان ربنا يكرمك وتوصل اللعيبه دي وتوصل للنادي لاحسن مكان، وده توفيق من ربنا في الاول وفي الاخر. بنحمد عليه ربنا، وان شاء الله باذن الله يعني يبقى في مزيد ان شاء الله في اي مكان نبقى موجودين فيه، ان شاء الله نبقى في مزيد للشغل وفي مزيد للمجهود، ان احنا نقدر نوصل اللعيبه دوت للحته اللي هم يليق بيهم في اي مكان. يعني اي لعيبه واي نادي احنا موجودين فيه دايما بنعمل احسن مجهود واحسن حاجه يا كابتن اشرف عشان نوصل باللعيبه دي للمكان الكويس والنادي الكويس ان شاء الله. المستشار مرتضى منصور، مساء الخير يا فندم. مساء الخير. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. تمام. ربنا يخليك سياده المستشار. يعني عايزين نطمن جمهور نادي الزمالك على الاجتماع اللي تم ومع مستر ايناسيو ومع لاعبي نادي الزمالك. لا، هو الاجتماع مع ايناسيو وخلاص، لكن في معامله بتتعمل على الفريق لبعض اللعيبه. النهارده سياده المستشار؟ نعم النهارده يا سياده المستشار، يعني فاضل تقريبا اقل من ساعتين على المباراه. الاخ الشناوي قال لهم مش بقيتش مزاج العب النهارده. احمد شناوي والاخ جنش مش عايز يجي معاهم، قال لك ما العبش احتياطي. دي لعيبه يا جماهير الزمالك، دي لعيبه. نزل بيان على الموقع النادي، واحد بعت لي بيقول لي ايه النهارده عشان الانتخابات قربت. الانتخابات اصلا قربت، وكل واحد عارف لعيبه قال له اشتغل يلا. حضرتك شايف ان في مؤامره يا سياده المستشار؟ طبعا اخ الشناوي النهارده لسه ما مش مزاج العب، ماشي مزاج ليه؟ انت في العزبه، انت بتلعب في الحوش. المؤامره دي حطوا كمان لعيبه نادي الزمالك يا سياده المستشار، ودي هتبقى كارثه. الجماهير تبقى عارفه ولا تحملوا الراجل المسؤوليه. خلاص الراجل هيعمل ايه؟ وايمن طاهر قال له سليم والدكتور قال له سليم، هو الثاني مالوش مزاج يلعب، وجنش مالوش مزاج يجي عشان ما يلعبش احتياطي. دول العيال اللي كانوا ملالين بقوا ملالين. دول عيال الكومبارس اللي بقوا نجوم يا جماهير الزمالك. ما تحملوش الراجل مسؤوليه، ما تحملوش يعني سياده المستشار بالتاكيد نادي الزمالك كبير واكبر بكتير من اي لاعب ايا كان اسمه، وبالتالي ولا يعني بص انا عندي استعداد السنه دي لا كاس ولا دوري ولا صور ولا اي بطوله، بس اتخلص من المتآمرين عشان الجماهير تبقى عارفه. عشان نزل بيانه بعت له رساله رسمي هو والتاني. استنى خليك معايا ثانيه واحده مع حضرتك يا المستشار. يعني هل حضرتك اتخذت قرارات؟ حضرتك اتخذت قرارات بص يا استاذ الفاضل، كل واحد فيهم راح له الرساله دي. انت بتهرب من مباراه الزمالك وطلائع الجيش ورافض اللعب من غير سبب، مشتركا في مؤامره لأذية الزمالك وخروجه من كاس مصر بعد الخساره المهينه في الدوري والخروج المذل لبطوله افريقيا. دي مؤامره يا باشا. تمام. بحملك المسؤوليه الكامله في حاله هزيمه الزمالك وخروج من الكاس ورحمه امي الحساب عسير. لو انت مين حرام عليكم، خساره فيكم جماهير الزمالك المحترمه. يا دي اتفضل يا استاذ. دي مش رياضه. شوفوا مين اللي بينخر في الفريق، شوفوا مين اللي خلاه يطلع من جول ومن نص جول عشان يخش جول. كمان بتحملوا جزء من كل متآمر. والمره دي مش هتعدي على خير. لو حصل اي اخفاق هم الاثنين متحملين المسؤوليه. قول لي انا حاسب المدير الفني ازاي وحاسب ايمن طاهر ازاي، والاثنين قالوا لي هو قال له مش عايز العب.
ده صفحات على لسانهم يا سياده المستشار، يعني الشناوي قال مش مزاج العب، وجنش متهرب بقاله. يا بص يا بيه، انا قبل ما اكلمك بكلم طارق الدكتور، بكلم ايمن طاهر اللي بيتكلموا عربي، المدرب البيت سليم ما فيهوش حاجه، بس مش مزاج يلعب. حاجه بتكلم على جنش وحياه لا انا بتكلم على الشناوي. لا جنش من اول 7 المدرسه 8 10 12 بيقول لك اصل بحط تعبان ولا مش عارف الولاده امتى. اي كلام اي كلام. خلاص. وحياه بورسعيد الجميله المحترمه اللي انا بحبها وبعشقها، ما هتفوت المره دي الشناوي وما هتعدي. هل هيتم عرضهم للبيع يا سياده المستشار ولا لسه ما اتخذتش قرار؟ بعد الماتش انما احنا في رجاله في الملعب. انا عايز لو لاعب 50% مهارات و100% قلبه بيحب النادي فوق دماغنا. خد بالك؟ تمام. انما احنا بقالنا 3 سنين عايشين في مرار. في مرار اجوان بتخش عبط. السنه اللي فاتت واللي قبليها. فانا بقول اهو اذا كان اللي بيخطط للانتخابات فاكر ده هيأثر في الانتخابات، هنقوم تعبيط بجد. ان شاء الله لو في 50,000 جايين، مرتضى منصور 49,900 بامر الله جمعيه عموميه. ليه الناس عارفه اللي يتعمل في النادي واللي يتعمل في الكوره واللي يتعمل في اليد. تمام. خلاص ابتدوا يشموا ريحه المؤامره. النهارده عندك ماتش مهم في الكاس، طلع الجيش ده مش انت بتلعب فريق صغير. فرقه محترمه، انا لسه كنت بقول الحقيقه فرقه محترمه قبل الماتش بساعتين تقول ماليش مزاج اصل انا ظهري بيوجعني، واخد بالك؟ اي كلام. اي كلام. هل ممكن العروض يا سياده المستشار اللي جايه لاحمد الشناوي ممكن تكون اثرت عليه في تفكيره الفتره دي؟ ما فيش عروض جات له، انا اللي بقول لك ما فيش. العرض اللي يا راجل ده عبد العزيز السيسي ولا عبد الرزاق السيسي ده اللي لسه جاي لنا ما لعبش، جاله عرض من نجم الساحلي فوق، ما فيش الكلام ده. طيب. واللي بيجي له عرض بنمشيه. سياده المستشار هل مؤامره حقيره. انا بقول اهو هذه مؤامره حقيره ضد نادي الزمالك. والحساب عسي ولا حاجه. انا بقول لك مش بعد الماتش، بقول قبل الماتش اهو. قبل الماتش والوقت بيكلموني وهو طالع من الاتوبيس، قلت لهم سدوا حيلكم واحنا عايزين رجاله. تمام. ربنا يوفقهم ان شاء الله عشان التمرين ليهم حساب. ان شاء الله. والثاني يا شناوي وحياه شعب بورسعيد كله ما انا سايبك. وحياه شعب بورسعيد كله اللي انا بحبه وبعشقه ما انا سايبك. ولا بعديها لك يا شناوي انت وجنش اللي بقاله 8 اشهر، وما انت وانتوا بتتخلوا في استخدام ازاي؟ قول لي ازاي؟ هو انت مش كنت في المصري ما حدش واخد باله منك مع اصحاب الفريق المصري. تمام؟ هو انت دخلت المنتخب وبقيت رقم 1 في المنتخب ايه؟ نادي الزمالك ما حدش يقدر ينكر ده يا سياده المستشار، ما حدش يقدر ينكر. الزمالك جاي النهارده ماتش مهم ما فيهوش هزار، ده كاس، انت فاضل لك في البطوله المحليه كاس. تمام؟ عايز تخرجنا منها؟ ها؟ طيب سياده المستشار هل خبر وجود محمد عواد على يعني في المفاوضات الفتره الجايه مع نادي الزمالك؟ اقسم بالله العظيم لا حد يكلم محمد عواد ولا عايز محمد عواد. مفيش خبر غير صحيح. محمد عواد بص الموضه الجديده بقى اي عيل عايز يلعب ناديه يقول له الزمالك. لو عواد راجل يطلع هو راجل. لو عواد راجل يطلع يقول مين في الزمالك كلمه. تمام. لو هو راجل تمام يطلع يقول مين في الزمالك كلمه. انا حضرتك عارف ان انا دايما باخد الاخبار من حضرتك، لان حضرتك يعني انا بقول لك لو عواد راجل بجد يطلع يقول فلان الفلاني كلمني. تمام. سياده المستشار مشكله رزاق سيسي وتصريح الاستاذ حسن عبد القادر انه رزاق سيسي متواجد في قائمه اسوان ل 2021 وانه طالب 15 مليون جنيه. بص اتفضل. حسن صاحبي ونادي اسوان ده نادي عزيز علينا كلنا زي المدينه. الدكتور حسن عارف ان رزاق معار ب6 اشهر. معار لنادي اسوان 6 شهور. 6 اشهر وعارف انه مش ملكه، واي عقد هيظهر بخلاف ذلك هيبقى عقد مش مظبوط. مع احترام الدكتور حسن راجل مؤدب ومحترم وصاحب يعتز بيه بالمدينه. احنا جالنا خلاص الموافقه من النادي بتاعه الاصلي او الاكاديميه الاصليه اللي هي بتبيعه. فبقول للدكتور من فضلك عشان كده احنا جاي لنا احنا العرض بتاع نجم الساحلي ما راحش للدكتور حسن. وجيب شكل رسمي لنادي الزمالك طبعا. فانا بقول لك يا دكتور حسن يعني خلي العلاقه محترمه بيني وبينك، والعلاقه محترمه بيننا وبين اسوان جميله، واحنا عندنا اصلا اسماعيل يوسف اسوان وشباب. لا وانا عارف ان حضرتك بتعتز بشعب اسوان جدا كمان وبالناس باهل اسوان يعني. وانا مش عايز اخش في مهاترات مع الدكتور حسن ولا مع نادي اسوان. طيب حضرتك اتفقت خلاص مع النجم الساحلي يا فندم على رزاق ولا لسه؟ لا هم بعتوا عرض $100,000 واحنا رفضنا. حضرتك طالب سنه و50,000 لما النجم الساحلي ياخد البطوله بتاع افريقيا 1000 اللي هو مكمل في ابطال الدوري. مظبوط يا فندم. حضرتك طلبت اكتر يعني سمشار ولا يعني لا لسه ما طلبتش، احنا بس عايزين نخلص من الماتش ده وماتش الاهلي ان شاء الله عشان نفوق للعيبه اللي عندي بقى. يعني انا بصراحه عايز اخلص الماتش بتاع النهارده، وعندي بقى توقف ماتش الاهلي ان شاء الله يوم الاثنين، وبعدين في توقف ده هنعرف
نطهر الفريق من المتآمرين والمتخاذلين واللي مش عارفين قيمه الزمالك واللي مش قد تيشيرت الزمالك. بعد الماتش ده عمر صلاح حضرتك تثق فيه سياده المستشار انه حارس مرمى الزمالك انه يتواجد النهارده في مباراه الاهلي؟ الولد انت عارف الولد ده عمره بقش. ده صحيح. خلاص. وده مأزق هو الولد اللي حاطينه فيه. تمام؟ لكن مفيش نادي بيقف على بطوله ولا على لاعب ولا على جون ولا على رئيس نادي ولا على جهاز فني، بس بقول للجماهير عشان ما تدلوش حد، دي الصنف اللي عندنا. ده الصنف اهو اللي انتوا كنتوا له ياخد دوري وكاس وافريقيا. لما وصلوا ملايين ادي الشكل بتاعهم. لما كانوا بالملاليم ولسه جايين بالبيجامات كانوا محترمين النادي ومحترمين الفانيلا وموتين نفسهم عشان يوصل رقم واحد. لما وصل رقم واحد يقول لك لا خلاص انا واحد والزمالك رقم 10. عمر الزمالك ما يبقى 10. عمر الزمالك ما يقف على حادثه مستشار. هل ابراهيم عبد الخالق سياده مستشار خلاص قعد بحضرتك امبارح؟ ابراهيم عبد الخالق وخالد قمر. وحازم امام. خالد قمر خلاص هيعود لنادي الزمالك سياده مستشار يعني ان شاء الله وياسر ابراهيم باذن الله ان شاء الله. وكوفي سياده مستشار اللي هو وكوفي بس بنشوف الاجنبي الرابع دوت ربنا يسهل يعني. في محادثات في اجتماع يبقى مع اتفاقنا يوم 24 بعد افتتاح بطوله عربيه كل الانديه 18 عشان نناقش الاجنبي الرابع، وخاصه يعني انت عارف دلوقتي السعوديه بتجيب 6 يعني بصراحه 6 اجانب. خلي بالك يعني خلاص اعتقد قرار اتحاد الكره ولا لسه في كلام سياده المستشار انه 3 لاعبين؟ هيقعد مع المهندس ثاني قال هيقعد مع الانديه كلها وده يعني هو ديمقراطي قال لك لا توصلوا له انا موافق عليه. بعد استشاره الانديه يعني هياخد راي الانديه ويشوف ايه الاتصال يوم 24 شهر. هو اصلا انت ممكن تأيد 4 وما تأيدش في القايمه يعني يلعب على 3. تمام. بالك او تأيد 4 واحد تحت السن يعني ده كله وارد في التفكير. حلول مقترحه يعني. لكن في النهايه اللاعب المصري بياخد 5 مليون في اقصى لاعب على فكره من افريقيا الجين دول ياخد 2 مليون 800. فعشان بس يهدوا شويه يعني اللعيبه المصريين يهدوا شويه على كل الانديه مش الزمالك بس. تمام. على كل الانديه. سياده المستشار حضرتك اتفقت مع مستر ايناسيو على الجهاز المعاون ليه الفتره اللي جايه؟ هو هيختار مدير كوره وهيختار مدرب عام. يعني ما فيش كلام يعني من حضرتك ترشيحات معينه اقتراح اسماء؟ لا هو انا عرفت ان تمسكه بكابتن اسماعيل يوسف كمدير كوره يعني دي المعلومه اللي عندي، هل صحيحه ولا؟ هو شرف ما يعرفش اسماء. ما يعرفش اسماء. هو بياخد اسماء هيقعد يسال عنها بطريقته او يقعد معاهم او يناقشهم. تمام. ده لا يقلل من الاسماء اللي اتعرضت لان احنا في النهايه زي ما قلت بوفر لبن العصفور. انا عندي لعيبه استاذ اشرف واخده لما جيت اعمل حساباتهم لقيتهم واخدين زياده عن مستحقاتهم. والله يا سياده المستشار انا لسه كنت بقول امبارح واول امبارح انه لعيبه نادي الزمالك الفتره اللي تولى فيها المستشار مرتضى منصور تقاضوا اعلى رواتب واعلى مكافآت وده ما حصلش من سنين طويله جدا. لا واخدين زياده يعني مثلا لو حضرتك مثلا فاضل لك مثلا هنفترض عقدك 3 مليون لما جينا نحسب لنا حضرتك واخد 3 مليون مثلا و300,000 واخد بالك يعني زياده كمان عن حقك. فده في لعيبه طبعا مخلصين في الملعب وموتين نفسهم. تمام. وعارفين قيمه الزمالك وفي لعيبه متآمره. المتآمره دول مع الولد الظابط ده بقى وعايزين يخربوا الفريق واخد بالك ان هم عارفينه من الاول. انا بقول للجمهور اهو اوعى تقول لي مدرب اوعى تقول لي مجلس اداره كلمني عن اللعيبه المتآمره كلمني عن الانتخابات اللي خلصت اصلا والله العظيم اشرف انا يعني في امر الله باذن الله صدقني انا اقسمت بالله ان لو نزل في الانتخابات الولد ده هديله صوتي عشان يبقى كل اللي خدوا 2 أو 3 واقسم بالله العظيم وشهاده قدام ربنا لو نزل اديله صوتي. يعني حضرتك متخوف الفتره اللي جايه سياده المستشار على فريق الكوره من المؤامرات مش من الانتخابات انا اقصد من المؤامرات على فريق الكوره يعني؟ طبعا داخلي يا اشرف لما كل يوم تتسرق الحنفيات بتاع حمام السباحه بتاع الستات الشاشه بتاعتها تتكسر كده اللي بتتكسر لما احط في التواليتات ازايز كوكولا عشان اسدها لما احط في البتاع المجرى بتاع حمام السباحه اكسر ازاز واحطها عشان عايز تتعور. ضغط شويه على الجمعيه العموميه تقصد حضرتك ده يعني؟ مش عايز تقول لي ده كله مؤامرات معموله لكن في النهايه اعضاء الجمعيه العموميه عارفين مين الحرامي مين الفاسد مين اللي سرق وجري واخد بالك ومين اللي 24 ساعه في النادي عمل نادي اجتماعي على مستوى اوروبا والناس تقول لك طب والرياضه دوري اربعي. بص يا اشرف بص عشان تفكر اتفضل. الزمالك خد 12 دوري خلاص في حياته في تاريخه 6 في عهد مرتضى منصور 2 وانا مع جلال ابراهيم عضو مجلس اداره 3 وانا مع كمال درويش رئيس مكتب التنفيذي بعد اللي خدته السنه اللي قبل فاتت
يعني نص بطولات الدوري مرتضى منصور موجود. حضرتك مشارك فيها طبعا. نص بطولات الدوري، فمش عايز حد يتكلم كتير. مش عايز حد يتكلم كتير زي الواد اللي بقى رساله النهارده ايه الانهيار اللي حصل. ما انت اللي عايز ده، ما انت عايز تودي الراي العام انت زملكاوي ان في حد انهيار. لا، لما بيبقى فيه ولد متهرب ويبقى فيه ونعلن انه متهرب قبل الماتش، خلي بالك عشان ياخد جزاؤه من الجماهير وبعدين ياخد جزاؤه مننا، لان جماهير الزمالك المحترمه ما بترحمش زي ما انا كاتب لهم كده. جماهير الزمالك المحترمه ما بترحمش. انا هشيلك فوق دماغي، انما ساعه ما اشم انك متآمر هقول لك ما عنديش الا الجزمه القديمه ومفيش كبير في نادي الزمالك. هل في اسماء بعينها ذات مستشار بتحرض اللاعبين على ده او طبعا العصابه اللي عايز تنزل انتخابات. زي مين العصابه اللي عايز تنزل انتخابات؟ وانا بقول تاني والله العظيم زي مين يا استاذ مستشار؟ عايز بص يا شيخ تنزل نادي في اي وقت. انا عايزك تنزل نادي بعد انا بروح يا استاذ مستشار والله وبشوف بشوف بعيني الحقيقه 50,000 كل يوم في النادي. في طفره كبيره جدا يعني باللي بيحصل. تمام. ناس فرحانه باللي انا عملته في النادي انا والمجلس اللي معايا دلوقتي. خلاص الناس هتنتخب المحترم، هتنتخب اللي عمل، هتنتخب اللي ضلوا مع البلطجيه وبتوع البانجو والعيال كانت بتاخد مش عارف ايه والعيال كانت بالسمك. الجو الامن الاسري المحترم. خلص الحلقه وروح اقعد في النادي شويه. تمام. شوف الجو المحترم العائلي الاب والام. ده بدون نقاش يا سياده المستشار الحقيقه، والجميع اشاد بده يعني ما فيهوش كلام الحقيقه. الطفره الكبيره اللي حصلت داخل نادي الزمالك. 16 ملعب عملتهم في سنتين. 16 ملعب. 16 حمام سلاح تقريبا. مبنى اجتماعي عالمي كل الناس بتشوفه طالع على المحور، مش موجود في اي نادي في مصر. واخد بالك 32 حديقه، 50 محل بيخدموا على الاعضاء. تخش تلاقي مكان راقي محترم، 7 شاشات بحيث تقعد تتفرج على بوستك وانت باشا في مكانك. تمام. اليد رجعت وخدت ابطال الدوري وابطال كاس افريقيا. الطاير خدت بطوله الدوري. خلاص خدنا 4 كاس ودوري وسوبر. وصلنا نهائي افريقيا، نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا يعني يمكن السنه اللي قبليها الكبوه اللي حصلت السنه دي بس تمام. بس انا بقول بس اللي عايز ينزل انتخابات يصبر لغايه الانتخابات. ده تخريب في نادي في مؤامره من دلوقتي، ده اللي تقصده حضرتك يا بيه؟ ده انا باكد اهو. اللاعب اللي يجي النهارده قبل الماتش بساعتين ويقول لك ماليش مزاج العب اصحابي بيوجعني والدكتور يقول لي سليم، يبقى متآمر. تمام. يبقى قدام جماهير مصر كلها متآمر. طيب سيادة المستشار اخيرا عشان اطلت على حضرتك جدا، هل ويبقى يعني يا ريت تسمح لي بانفراد لينا الاسماء المقترحه للجهاز الفني لمستر إناسيو بعد ماتش الاهلي ان شاء الله؟ بعد ماتش الاهلي. ماشي. بشكرك جدا يا سيادة المستشار وكل التوفيق ان شاء الله في مباراه النهارده. بشكرك جدا يا سيادة المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، والحقيقه تصريحاته قويه جدا يعني الشناوي وجنش ومؤامره ضد نادي الزمالك، ويعني امور صعبه جدا الحقيقه. كابتن محمد كابتن ابو العينين انه